اهلا بيكم في الفيديو رقم 2 من كورس الاكسل VBA، وقلنا اللي هو الكورس المبني على لغة البرمجة الفيجوال بيزك ولكن الخاصة ببرنامج الاكسل. وده مش متطلب منك غير انك انت يكون معاك برنامج الاكسل وتبدأ تشتغل وتطبق ورايا على طول ومش محتاج اي حاجة تاني. في الفيديو ده هنتعلم او هندوس على حاجة اسمها البروبرتيز اوف ديفيلوبر. ودي معناها ايه؟ معناها لما بفعل الخيارات بتاعة المطور بيظهر معايا شوية تابات كده من فوق، فدول هنتكلم عليهم النهارده وهننوه عليهم في الفيديو ده. كمان هنتكلم على الديفرنس بين function and procedure او procedure and function، وعايزين نعرف الفرق ما بينهم. واحنا عارفين في لغات البرمجة عموما ان الفانكشن دي اللي هي الدالة دي كود انا بكتبه مره واحده، ولكن بقدر ان انا استدعيه لعدد غير محدد من المرات. ولكن في الاكسل الفانكشن بتكون على مستوى الورك بوك عموما، اللي هو جواه ورك او مجموعه من الشيتس، واما البروسيجر ده بيكون على مستوى الورك شيت. يبقى حته تانية هنبقى عليها، البروسيجر بيكون على مستوى الشيت فقط اللي انا شغال فيه، ولكن الفانكشن بتكون على مستوى الورك بوك. ولما ادخل جوه الكلام ده اللي لسه مش فاهم هيقدر يفهم مني في قدام في الفيديوهات القادمه. كمان هتكلم على حاجه اسمها او لازم انك انت تراعي حاجه اسمها الارينجمنت اوف كود. والارينجمنت اوف كود دي مبنيه على مصطلح كبير جدا جدا جوه لغه البرمجه بنقول عليه الالجوريزم. والالجوريزم دي عباره عن خطوات مرتبه ترتيب منطقي، يعني حاجه منطقيا تديني الحل اللي انا او ارتبها بشكل منطقي، يعني مش بعملها كده بشكل عشوائي ولكن بتكون مرتبه بشكل منطقي علشان اوصل لتصميم البرنامج اللي انا عايز اعمله. كمان هتكلم على حاجه اسمها الاوبجكت ان اكسل. طبعا لغه البرمجه ذات المستوى العالي بنقول عليها اوبجكت اورينتد، ودي معناها ان هي مبنيه على عالم كبير جدا جدا بنسميه جواها حاجه اسمها الكلاس. والكلاس ده بنطلع منه اوبجكت ونبتدي ان احنا ندخل بقى في عالم الاوبجكت اورينتد. فلازم تكون انت عارف الاوبجكت اللي جوه الاكسل ايه. فانت عندك اول اوبجكت الكبير جدا جدا اكبر واحد فيهم الاكسل، وده بيكون جواه الورك بوك. والورك بوك ده بيكون جواه ايه؟ بيكون جواه الورك شيت. والورك شيت ده بيكون جواه ايه؟ سيلز. ومجموعه السيلز مع بعضيها اقدر اقول عليها بقى سواء صف او سواء عمود، اقدر اقول عليها ايه؟ اقدر اقول عليها الرينج. تمام. تعالى بقى نتكلم كمان على ازاي بكتب البروسيجر وازاي بكتب الفانكشن، لان هم دول الاثنين الاساسيين اللي جوه برنامج الاكسل اللي لازم انك انت تكون مغطيهم. طبعا بكتب كلمه صب، واول ما بكتب الصب بديله الاسم بتاعه. فكده انا عرفت برنامج الاكسل ان انت كده انا بديك بروسيجر هتتعامل معاه وتعرفه وتنفذ لي اللي جواه. يعني ايه يا جماعه؟ برضو يعني الصب نيم والاند صب دي بيكون ما بينهم ترتيب الكود او الكود اللي انا عايز اكتبه، وده بيكون على مستوى الورك شيت، ودي هنفهمها لكم اكتر. والنيم ده على فكره اللي هو اسم البروسيجر، وده ما بيكونش اي اسم. نقول يفضل ان الاسم بيدل على محتواه. يعني مثلا لو كان الزرار ده مثلا وليكن لما ادوس عليه بيجمع رقمين، يبقى اسميه ممكن صب اد نمبرز وليكن. واول ما بكتب كلمه صب وبديه الاسم بتاعه بانهيها بكلمه اند صب، وهو كده كده البرنامج بينهيها لك. بعد كده برضو بتكتب كلمه فانكشن، سواء لو انت عايز تعمل بقى داله بتكتب كلمه فانكشن وبتديها اسم يدل على محتواها، وبعدين تكتب الكود بتاعك، وبعدين تنهي الموضوع ده بكلمه اند فانكشن. والكلام ده احنا كده كده هنتكلم عليه جدا وهنعمل بيه حاجات كتيره ان شاء الله. طيب تعالى بقى نروح لبرنامج الاكسل علشان ما نطولش وقت الفيديو ونشوف احنا ممكن هنشرح يعني الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو او اللي احنا قلنا ان احنا فتحنا برنامج الاكسل زي ما حضراتكم شايفين. قلنا دلوقتي ان انا لازم ابقى عارف ان انا من هنا طبعا ده الشيت. لو عملت كده هعمل شيت تاني، ورقه عمل تانية، وعايز اعمل ورقه تالتة، وزي ما انا عايز اقدر اعمل ورقات عمل كتير جدا. لازم تبقى عارف ان ده كده عمود وده كده طبعا صف. طبعا عمود يعني كولوم، وصف يعني ايه؟ يعني رو. تقاطع الصف مع العمود بيديني السيل. وقلنا ان مجموعه سيل او سيل واحده
او مجموعه من السيلز مع بعضيهم، دول بنسميها رينج. يعني سواء سيل دي اقول عليها رينج، او مجموعه من السيلز اقول عليها رينج. صف ممكن اقول عليها رينج، عمود ممكن برضو اقول عليه رينج. طيب لو رحنا للقائمه بتاعه الديفلوبر، طبعا احنا اتكلمنا فيها على الماكرو والريكورد ماكرو، ودول مش هتكلم عليهم تاني، غير ان التصميم بيتكرر كتير معايا فبعمل له ريكورد ماكرو عشان اعمله مره واحده بس. طيب امال اللي انا هتكلم عليه، هتكلم على الفيجوال بيزك. يبقى الديفلوبر مقسومه لمجموعتين مهمين جدا، مجموعه الكود ومجموعه الكنترولز. الاد انز والاكس ام ال دي حاجات متقدمه مش هتكلم عليها. طب في الكود النهارده اللي هتكلم عليه، هتكلم على الفيجوال بيزك. بجيبها من هنا او بضغط الت اف 11 من الكيبورد بقدر ان انا اجيبها. لما بضغط عليها كده بيجيب لي المكان اللي انا هبتدي ان انا احط فيه الاكواد بتاعتي. لازم تبقى عارف ان اهم حاجه هنا اللي يكون ظاهر معايا البروجكت اكسبلورر، وعندي حاجه هنا البروبرتيز بتاعه الادوات اللي انا هحطها على الفورم او بتاعه الشيتات بتاعتي. طيب من فوق بتظهر شويه قوائم اهمهم، يعني لو عدينا سريعا، الفايل دي بقدر احفظ منها وبقدر احط ورقه عمل او اصدرها من الاكسل، وده هنشوف هنتعرض ليه خلال الكورس ولا لا. طبعا قائمه الايديت باخد منها الكوبي والكات والبيست، وده برضو بقدر اعمله من الكيبورد. قائمه الفيو اهم واحده فيها، ان لو عايز اروح للكود بضغط على F7، وممكن برضو هتلاقيني ممكن ما بلجأ لهاش برضو. لكن قائمه الانسيرت دي مهمه جدا. ليه بقى؟ لان فيها اليوزر فورم والمديول، وفيها حاجه اسمها كلاس موديول اللي انا بستخدمهم فيها بشكل كبير جدا وهركز عليه. اليوزر فورم والمديول. اليوزر فورم دي اللي هي الفورم بتاعتي اللي بحط عليها التول بوكس اللي هي الادوات بتاعتي وببتدي اشتغل عليها. الموديول ده المكان اللي بكتب فيه الفانكشنز الدوال بتاعتي علشان اطبقها زي ما انا عايز. قائمة الفورمات قائمة الفورمات ما بلجأ لهاش، ولكن قائمة الديباج دي بتعرفني المكان اللي فيه المشكلة أو أنا كتبت حاجة غلط. قائمة الران دي بضغط برضو ما بلجأ لهاش، لأن بضغط F5 من على الكيبورد وعلشان أشغل البرنامج بتاعي. قائمة التولز دي فيها حتة مهمة بس، اللي هي الأوبشنز دي. لو أنا مثلا عايز أكبر الخط فبروح للإيديتور فورمات عشان أكبر الشكل بتاع الكود أو الخط بتاع الكود، وببتدي ان انا اخلي السايز بتاعه 24. بقدر اغير الكلام اللي مكتوب بيه، وكمان الباك جراوند الخلفيه اللي انا بكتب عليها، ودي ممكن لما نيجي قدام هنشوف ان احنا ممكن نلجأ لها عادي. ودي طبعا عندك بقى انواع خطوط كتيره ممكن انك انت تختار منها الخط اللي انت عايزه. ممكن نختار ده دلوقتي ونشتغل عليه. بدوس اوكي وكده هبقى انا. طبعا عندك قائمه بقى الاد انز والويندو، دول حاجات متقدمه جدا برضو، مش هلجأ لها في الكورس بتاعي ده دلوقتي، ممكن نبقى نلجأ لها في كورس تاني متقدم ان شاء الله. طب في بقى هنا من تحت شويه حاجات، في دي لما بضغط عليها بترجعني لبرنامج الاكسل، وهنا لما بدوس عليها تاني بترجعني للقائمه بتاعه الاكواد بتاعتي. طبعا هنا لو عايز احفظ، ودي بدوس على كنترول حرف الاس. من هنا بقى في 3 حاجات مهمين. في عندك اللي هي البروجكت اكسبلورر، يعني لو القائمه دي غايبه انا عايز اجيبها فبدوس على البروجكت اكسبلورر بتجيبها لي. في هنا كمان البروبرتيز الخاصه بالادوات، لما بتكون مختفيه بضغط هنا برضو بجيبها. في طبعا التول بوكس بس هي مش متعلمه دلوقتي لان انت ما حطيتش فورم. خليني احط فورم كده سريعه هجيبها. يبقى من انسيرت وهروح على اليوزر فورم وهضغط وهكبر الفورم بتاعي، وليكن بالمنظر ده بيظهر معايا التول بوكس، اقدر اجيبه واحطه في المكان اللي انا عايزه. وليكن بقى جواه حاجات كتير جدا دي لسه هنتكلم عليها، ولكن ممكن اخد منها انا حاجه سريعه. فهاخد منها الزرار، كل اللي انا بعمله بشد كده وبحط الزرار على الفورم علشان ابتدي ان انا استخدمه. طب انا عايز اقول له لما اضغط على الزرار ده اعمل كذا، فهضغط على الزرار ده مرتين كده هيفتح لي المكان اللي انا اهو. وادي مكتوب يا جماعه الكلام اللي انا قلت لكم عليه. كلمه برايفت ادي كلمه سب، كلمه برايفت دي هنتكلم عليها في وقتها، ولكن اللي انا عايز اقوله ان ادي كلمه سب اللي هو لما اضغط على الزرار ده خد اجراء اعمل ونفذ الحاجه دي، ونهى كلمه اند سب. وطبعا سمى الزرار بتاعه بالاسم بتاعه. ده برضو هنتعلمه ان احنا ممكن نغير الحاجه بتاعه الزرار. عايز ارجع للفورم تاني بضغط عليها من هنا. طب عايز بقى ان انا ابتدي اظبط بقى في الزرار بتاعي ده، عايز اكبر حجمه وعايز اصغر حجمه، تقدر تتحكم فيه وتعمل فيه كل اللي انت عايزه. منين؟ من البروبرتيز دي. في اول حاجه عندك النيم، ودي طبعا بكتبها علشان دي هي اللي انا هستخدمها في الكود. فده زرار فبكتب عليه PTN، ومثلا الزرار ده انا هعمل بيه سيف
سيف يبقى بكتب اسمه يدل على المحتوى بتاعه. في عندك كمان هنا الباك كلر اللي هو اللون الخلفيه بتاعته، لو دوسنا على الباترن هتقدر تجيب الوان كتيره جدا. في عندك هنا كمان الكابشن ده اللي هو الايه، الكلمه اللي هتظهر على الزرار، وليكن انا هكتب كلمه سيف بالمنظر ده. في عندك كمان حد هيقول لي الخط صغير، عندك الفونت هتروح تكبر من الفونت اهو، هتقدر تكبر من الفونت بتاعك، هتعلم على الزرار تاني وتيجي تدوس هنا وتبتدي انك انت تكبر، وليكن انا عايزه بولد، وليكن انا عايزه اكبر برضو، عايزه وليكن 25 مفيش مشكله، واضغط كده يبتدي يظهر معايا بالمنظر ده. اللون بتاعه مش عاجبني هغير اللون من باترن، ممكن عايز اخليه ابيض زي كده مفيش مشكله، وابتدي بقى انزل كمان لو في بقى العرض والارتفاع كل الكلام ده، بس هما دول يمكن اشهر حاجات انا بستخدمهم في موضوع الزرار. بعد كده اقدر بقى طبعا اكبر الفورم دي بقى الخصائص بتاعه الفورم. هتلاحظوا لما انا علمت كده دي بتاعه البي تي ان سيف كده، دي بتاعه اليوزر فورم او الفورم بتاعتي اللي انا عايز اغيرها، واقدر اغير اسمها برضو، عايز اغيرها مثلا فبكتب مثلا اف ار ام ان دي كده فورم، وببتدي مثلا ان الفورم دي الفورم الرئيسيه، فبكتب كلمه وليكن هوم بالمنظر ده. طيب برضو اقدر اغير في الفورم بتاعتي، في عند الباك كلر انا مش حابب اللون ده، عايز اي لون تاني، ادخل على الباترن وليكن اخليها باللون ده، اي لون انت عايزه. كمان البوردر اللي هو الحدود بتاعتها اي لون زي ما انت عايز تقدر تخليها كده. يمكن ده مش هيظهر قوي غير لما نرن البرنامج. في عندك البوردر ستايل، اشكال بقى في البوردر ستايل بتاعها. في عندك الكابشن ده اللي هو ايه، الاسم اللي ظاهر هنا، فانا مثلا ممكن اقول عليها ان دي القائمه الرئيسيه، فانا هكتبها كلمه هوم. في عندك بعد كده حاجات تاني زي الفونت الكلام اللي بيظهر عليها، فانا لا انا عايز اكبره فهخليه وليكن بولد، وهنزل هخليه وليكن 24 واضغط اوكي، فالكلام اللي يظهر على الفورم هيبقى مكتوب بالمنظر ده. طيب بعد كده في عندك كمان الخط بتاعها، لو في حاجات مكتوبه على الفورم هتبقى موجوده بالمنظر ده، يمكن دي غالبا الحاجات اللي انا بستخدمها مع الفورم. في حاجات تاني يعني تيجي في وقتها بقى نقدر نقول عليها، ولكن دي الحاجات الأساسية اللي أنا بقدر إن أنا أتكلم عليها. طبعا تقدر تكبر وتصغر الفورم بالمنظر اللي إحنا عايزينه، والزرار ده تقدر تجيبه وتوديه في المكان اللي أنت عايزه. لو أنا رحت دلوقتي دوست F5 هيبتدي ان هو يرن البرنامج بالمنظر ده. ادي فتح لي الفورم اهي ووراها برنامج الاكسل، وهنبتدي نقدر كمان ان احنا بقى نخفي الاكسل اللي ورا بحيث ان يبقى فورمز بس هي اللي بتظهر معايا زي ما انت عايز تقدر تتحكم وتعمل. ادي مكتوب هنا كلمه هوم، وادي الزرار، طبعا لو ضغطت على الزرار ده مش هيعمل حاجه، وابتدي ان انا اطلع من هنا. طيب حته كده بسيطه، لو حابين نعرف الكود اللي هيتكتب هنضغط هنا، طبعا انت دوست عليه مرتين فسجل لك الاجراء مرتين، فعادي بكل بساطه بشيل الحته دي وببتدي ان انا اكتب هنا كده، وابتدي اكتب مثلا بترتيب معين، فلازم اكتب كلمه مسج واضغط كنترول مع السبيس اللي هي المسطره، فبيظهر بتتكتب معايا او بيكمل لي هو الكود. طبعا دي كده اسمها كي وورد. يعني ايه كي وورد؟ يعني دي لغه، حاجات محجوزه جوه اللغه لازم تبقى انت عارفها. يعني مثلا عشان اظهر رساله فلازم ابقى عارف اني بكتب مسج بوكس، وببتدي مثلا اقول له وليكن انا عايز اكتب حاجه هنا، فهجيب بس الكيبورد دي لاني الكيبورد متعطل معايا، فهكتب بالمنظر، عملت دبل كوتيشن، هعمل واحده كمان اهو، وبعدين هاجي هنا وهبتدي اكتب وليكن انا عايزك تكتب لي وليكن اسمي، لما يضغط عليه يكتب اسمي، فانا هكتب مثلا وليكن رضا فرج، وهضغط كنترول اس، فهو كده حفظ، بس طبعا ده لاول مره فلازم يطلع معاك دي، وكويس ان هي جت لان انا كنت هنساها. فتشوف بقى انت عايز تسمي البرنامج بتاعك باسم ايه فسميه، وتختار من هنا لازم اكسل ماكرو انيبلد، لازم انك انت طالما اشتغلت فيه لغه برمجه فيجوال بيزك لازم تسجله بالماكرو انيبلد، وتختار المكان اللي انت عايز تعمله فيه، وبعدين بتدوس كلمه سيف، خلاص يبقى كده سيف معايا ومش هيطلبها منك تاني. لو ضغطت دلوقتي F5
لو ضغطت دلوقتي على الزرار انا قلت له ايه، لما اضغط على الزرار نفذ الاجراء ده، فلو دوست سيف هيبتدي ان هو يكبر او يطلع لي اللي هي الرساله دي ويكتب لي هنا رضا فرج. لما اضغط عليها اوكي خلاص هيبتدي ان هو يعمل حاجه تاني، وهكذا حاجات كتيره بقى نقدر نعملها في الاكسل بالمنظر ده. الفيديو ده عايزك تطبق عليه عملي كويس جدا جوه الاكسل، اتعرف على المكونات بتاعته. انا بديك الطريق علشان انت تمشي وتسيرش وتبحث، واي حاجه واقفه قدامك في الفيديو اكتب في التعليقات وانا صدقني هرد عليك ومش هسيب التعليق بتاعك. شكرا ليكم وطولت عليكم.